إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو دين الأنبياء والرسل جميعا عليهم جميعا الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإسلام العظيم، هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه، ومن لم يتدين به ولم يكن من أهله فإنه يكون من المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. هذا الدين لسنا مفوضين فيه أن نقول فيه أو نفعل فيه بمعنى أن نضيف إليه أو ننسب إليه أو نعمل على أساس ما جاء فيه شيئا ليس عليه دليل من القرآن والسنة، شيئا لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. الله رب العالمين قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نحن مأمورون في هذا الدين بالاتباع، ومنهيون عن الاختراع والابتداع. فإذا ما أردنا أن نسلك في الدين مسلكا فإن علينا أن ننظر إلى ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن ننظر إلى ما كانوا عليه وأن نسلك سبيلهم وأن ننهج طريقهم، وألا نخالف شيئا مما جاءوا به، وألا نخرج عن منهاجهم في الدعوة الذي ساروا عليه وماتوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا إذا كنا مسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعلمنا أنه يجب علينا أن نكون خداما لهذا الدين، وأن نكون لهذا الدين من الناصرين، وأن نكون لهذا الدين من الناشرين، وأن نكون للكتاب والسنة من المحكمين، وأن نكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين. فإننا في هذا كله علينا أن ننظر كيف نكون محكمين ناشرين ناصرين متبعين على ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. وإلا فإنك سترى شخصا يروم نصرا للإسلام، وسترى شخصا يريد أن ينشر الإسلام، وسترى شخصا يريد أن يكون داعيا إلى الإسلام،
لكنه لما كان جاهلا بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان مبتدعا في الدين ما ليس منه، مطيلا الطريق على الدعاة الحقيقيين إلى الإسلام، يطيل الطريق عليهم لأنه شغلهم بمحو بدعه وضلالاته وإزالتها ومحاربتها. وإذا به أيضا يكون مشوها للإسلام بما أضافه إليه مما ليس منه، مما قد يجلب المسبة والسوء والعار ربما على بعض المسلمين في بعض البقاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه، وهذا تأصيل شرعي دلت عليه أدلة القرآن والسنة، أن الذي يريد أن يدعو إلى الله، أن الذي يريد تمكين دين الله، أن الذي يريد نصرة دين الله، فعليه أن يتعلم من الكتاب والسنة، أن يفهم من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يكون كل هذا. لأن في البعد عن منهج الأنبياء الضلال والإضلال، لأن في بعدنا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد الخزي والعار والدمار والبوار في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي أذكره إذا تأملناه في الواقع. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يبدأون دعاءهم، كيف كانوا يبدأون دعوتهم بين الناس؟ أول شيء يبدأون به، أهم شيء يبدأون به، أن يدعى الناس إلى توحيد الله تعالى، إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يدعى الناس إلى فهم السبب والهدف الذي لأجله وجدوا في هذه الدنيا، ما الذي ينبغي أن يكون هدفا لهم، ما الذي ينبغي أن يكون غرضا لهم، ما الذي ينبغي أن يكون طريقا لهم ومنهجا لهم. ينبغي أن يعلموا أن حياتهم تدور حول عبادة الله وإخلاص هذه العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. قال رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أول شيء في دعوة كل رسول قومه، وأهم شيء في دعوة كل رسول قومه، أن يقول لهم: اعبدوا الله، اخلصوا العبادة لله، واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة كل ما يعبد ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وأخلصوا العبادة لله تعالى وحده. ولهذا لما نتأمل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن وننظر كيف كان دعاؤهم إلى توحيد رب العالمين، نجده أنه المقدم قبل كل شيء. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ابتداء ما لكم من إله غيره. وإذا خاف منهم ما خاف، وحتى بدون خوف عليه أن يبين لهم طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ما أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا أريد منكم يا عباد الله أن تعبدوا الله وأن تخلصوا العبادة له. لن أتوحل بأوحالكم، لن أشارك في ضلالكم، لن أنافسكم في باطل أنتم عليه ولا في دنيا تتنافسون فيها، ولكنني أريد أن أكون آخذا بيدي وأيديكم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أريد أن أكون سائرا وأن تسيروا معي وأعينكم وتعينوني حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونخلص العبادة له سبحانه وتعالى، وحتى نكون في هذه الدنيا على ما يحب الله تعالى ويرضى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل حتى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، يدخل السجن ظلما في قضية معروفة، ثم إذا به يسأل في السجن لما رأى عليه بعض الناس ما رأوا من سيما الصالحين، سألوه تعبير رؤى يبدأهم قبل كل شيء وقبل كل شأن بدعوتهم إلى إخلاص العبادة لله، ويبين لهم أنه وهو نبي سائر على ما كان عليه الأنبياء من قبله. ودخل معه السجن فتيان،
قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد هذا تطرق إلى ما تطرق إليه. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه دعوته في هذه البلاد، في بلاد مصر، في أرض مصر التي دعي إلى الله تعالى فيها إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى مذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وفي حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، وربما في حياة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على الأرض قبل رفعه أيضا، وفي زمان وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت رسل الإسلام هذه البلاد، ثم كان الفتح العظيم الطيب المبارك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ينبغي دائما أن نستحضر وأن نتعلم وألا نركن إلى المعلومات العامة. مشكلة كثير من المسلمين أنه يظن أنه فهم كل ما يتعلق بالأنبياء وعرف منهج الأنبياء وعرف كل شيء يكون مسلوكا ومطروقا من خلال معلوماته العامة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الناس تجده يركن إلى تلك المعلومات العامة والتي قد يكون فيها ما يكون من الأخطاء الكثيرة ومن الأفهام التي هي عن الحق بعيدة، تجده يركن إلى هذا في مسلكه ولا يجد فيه ما يروي غلته، ولهذا يلجأ إلى اختراع وابتداع ويبتعد عن التعلم والانصياع والاتباع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علينا جميعا أن ننظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة كان صلى الله عليه وسلم مستضعفا، معه صحابة يزيدون يوما بعد يوم، وهم في مجملهم من الضعفاء ليسوا من الأقوياء، وهكذا عامة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجدهم من الضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أطهر البقاع، وهذه البقعة الطاهرة المباركة المشركون قد أحاطوا أطهر وأشرف ما فيها وهي الكعبة، أحاطوها بعشرات بل مئات الأصنام والأوثان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بينهم يصبر على الأذى، يصبر على الاتهامات، سيتهم، والذي يمشي على منهج الأنبياء لا بد أن يعاد. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لا بد أن يعاد. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على العداء، على الاتهامات، يعذب أصحابه، يموت بعض أصحابه من التعذيب. الشرك ظاهر والكعبة فيها الشرك ظاهر والبلايا والرزايا، ثم يأتي في كتب السيرة أنه مع كل هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دعوته وأن يكف عن بيانه وأن يكف عن ما ينبغي أن يكون صادعا به، في مقابل أن يملكوه عليهم، في مقابل أن يعطوه من الأموال ما يعطوه. كأنني بهذه الفرق الحزبية المعاصرة ومنها فرقة الإخوان بكل صراحة، إذا عرض عليهم مثل هذا العرض سنعطيكم الملك، سنعطيكم الرئاسة على أن تكفوا عن وعن وعن، يقولون نعم سنكف وسنسكت، لأن هذا الواقع، هذا هو الواقع. إذا تعطيني الرئاسة سأكف وأسكت، وإلا فما الذي حصل في مختلف البلاد؟
ما الذي غيره الإخوان لما تولوا وزارات في اليمن، لما تولوا رئاسة الوزراء في تركيا في زمن نجم الدين أربكان، ثم في زمن رجب طيب أردوغان؟ ألم يأتي أردوغان هذا الإخواني إلى مصر هنا داعيا إلى العلمانية؟ أنصحكم أن تطبقوا العلمانية. ماذا فعل الإخوانيون في تونس؟ ألم يشاركوا العلمانيين ويقروا العلمانية وكفرا صراحة، ويقبلوا بتعيين رئيس بعيد عنده ما عنده، في مقابل أن يكونوا متحكمين ومتسلطين؟ ما الذي يفعله الإخوانيون أيضا في غزة؟ أليسوا يقبلون؟ والآن خصوصا بعد ما تغيرت الظروف في مصر، تغيرت الأحوال، كأنهم يريدون رجعة مرة أخرى إلى أحضان إيران بعد الإجرام الإيراني العالمي، وبعد المشاركة للنظام السوري في تقتيل المسلمين وفي قتل الأطفال بالأسلحة الكيماوية. دمر الله على بشار الجزار وعصابته الأشرار. بعد كل هذا كأنهم يريدون مرة أخرى أن يردموا في أحضان إيران. كل هذا لماذا؟ حتى يبقوا في الحكم وحتى يبقوا على الكراسي. كذلك في مصر هنا لما تولى بعض من يقولون إنهم دعاة وإنهم صابرون وإنهم دعاة الإسلام وإنهم يتولى منهم من يتولى لمدة سنة. ما الذي تغير في أحوال البلاد؟ أغلقت الملاهي الليلية، حوصرت الأماكن التي يعلم أن فيها فجورا وفسادا، أبعدت، أغلقت، سعي في إظهار أعلام التوحيد وفي إبطال معالم الشرك والتنديد، سعي في تعليم الناس أنه لا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله، وأنه ليس في الإسلام طرق ولا فرق ولا جماعات ولا أحزاب، وأن كل هذا باطل ينبغي أن يلغى. فهم هذا الناس. سعي في تطبيق الحدود التي أمر الله أن تقام، وعلى رأسها حد الردة في الكفار والمشركين، بعيدونهم كل البعد عن مثل هذا. لماذا؟ لأنه إذا ما أراد شخص أن يكون مقيما هذه الأمور، كيف سيقيمها في ناس كثير منهم لا يتقبل هذا من الأساس أو لا يفهمه على الأقل؟ إذا لا تبدأ يا أخي من هناك، لأنك لن تغير شيئا وستتحمل آثام كل هذا. إذا أنت جيء بك وصرت رئيسا وأنت لا تغير ولا تبدل ولا تنكر، وهذه الأمور تحت يدك، كل هذا في صحيفة سيئاتك، كل هذا في صحيفة سيئاتك. ثم ما الإنجاز؟ جاء رئيس إيران الزنديق محمود أحمدي نجاد، جاء في زيارة مصر بعد أكثر من 30 سنة من القطيعة بين مصر والنظام الرافضي. سمح للسياح الإيرانيين الرافضة بدخول مصر بعد أن لم يكونوا داخلين في سبيل تيسير الأمور، وربما كان يسعى في المستقبل في صفقات اقتصادية يباع فيها الدين في مقابل دنيا تتوهم عند الإيرانيين. وقد سمعنا بعض المعالم لهذا، كيف أنهم سنضع تحت أيديكم 5 مليارات ونضمن لكم 5 ملايين من السياح كل عام في مقابل أن تفتحوا حسينيات وأن تقبلوا بإرسال الطلاب إلى الجامعات الإيرانية وربما إلى الحوزات. يعني سلموا لنا الشعب ندعوه إلى التشيع كما نشاء واقذفوا لنا بكذا وكذا. هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت حكم كفار ومشركين وهم المتسلطون ويسيئون ويشوهون، لكنه كان صابرا ولم يجاهد ولم يقاتل، ولم يرسل واحدا من الصحابة يفجر أو يكسر صنما ويقولون إنه قد استشهد وقتل بعد هذا وهذه عملية انتحارية. لم يقم باعتصام في مكة حتى يطهر مكة من الأصنام والأوثان، وهذا أعظم بكثير مما يتوهم المتوهمون الآن. شخص يقول ولكن هذا كان مع الكفار والمشركين، نحن هنا مع المسلمين. إذن هذا أدعى أن يكون الأمر عندك أسهل. إذا كان هذا في الكفار المشركين الذين لا يقبلون أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يقبلون بنبوة ورسالة محمد رسول الله، فما بالك بالذي يقول على الأقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس هذا قد فتح لك طريقا إليه في دعوته، في توجيهه، في إرشاده؟ لكن قل له أنت أيها المتحكم، أنت أيها المسيطر، أنا لا أريد كرسيك، لا أريد دنياك، لن أتوحل فيما توحلت فيه، بطريقة رفيقة لينة، ولا يلزم هذا في كل مرة.
لن أكون فيما أنت فيه، إنما أنا أريد أن أصلح نفسي، وهذا أولا، أن أصلح نفسي، لأن الذي يتكلم عن صلاح البلاد والعباد وهو ليس ساعيا في إصلاح نفسه، هذا كيف ترى الأمر عنده؟ وقد رأينا أمورا كثيرة من الحرام تفعل ولا يبالى بها، بل تستحل بصراحة لأجل ذاك السبب أو سبب آخر. لا، أبدأ أولا أستقيم على الشريعة وأدعو الناس إلى الاستقامة على الشريعة من غير مساومة عليها، من غير تنازل عن شيء منها، وما يكون تحت يدي أقوم فيه بما أستطيع من شريعة الله، وما لا يكون تحت يدي فأكون فيه ناصحا، أكون فيه موجها، أكون فيه دالة، بدون أن تلحق بالإسلام مسبة، بدون أن يشوه الإسلام، بدون أن يخاف كثير من الناس أنه إذا مشى في الشارع قد تطاله بعض أيدي المجرمين بضرب أو بتكسير شيء أو حتى بسب، وإن سلم من كل هذا فلا يسلم من نظرات شك وريب. يظن كثير من الناس أن كل من عنده لحية، مع العلم بأن عامة الإخوان لا يعفون لحاهم أبدا، يظن أن كل من عنده لحية كأنه قد خبأ فيها أو في غيرها سلاحا أو وضع شيئا. صار الأمر عند الناس هكذا، أنت ملتحن إذا أنت صاحب فتنة، أنت معك سلاح، أنت ستقتل، أنت ستفعل. من الذي جلب على الإسلام مثل هذه الأشياء وعلى المسلمين وعلى هذه البلاد التي كانت قبل سنوات في أمن، وإن كان فيها ما فيها من الظلم والظلمات، لكن كانت في أمن يلاحظ وكنا نعيش فيها وندرك هذا؟ ما الذي جلب هذا على المسلمين في هذه البلاد إلا البعد عن الاستقامة على شريعة رب العالمين وعلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاة والمصلحون والموجهون ابتعدوا عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لجأوا إلى الانتخابات، إلى الديمقراطية، إلى الأفكار والأحوال المصادمة للإسلام، لجأوا إلى الأسلحة، لجأوا إلى القتال، لجأوا إلى ما لا يجوز شرعا مما يؤدي إلى سفك دماء المسلمين من ذاك الطرف أو من الطرف الآخر، تسببوا في شر كبير وعظيم بهذا، وما علموا أن ناسا لهم مصالح ولهم كراسي لن يفرطوا فيها بسهولة، كأنهم جهلوا أن للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، أن للمسلمين أعداء من داخل هذه البلاد ومن خارجها، يريدون أن يتفرق المسلمون وأن يتشتتوا وأن يضربوا وأن تشوه صورتهم وأن يساء إليهم وأن يقتلوا وأن يبادوا عن بكرة أبيهم في نهاية الأمر. لكن هؤلاء كأنهم لا يدرون شيئا من هذا، وقد سلموا لأعداء الإسلام من الحجج، من الأمور، من التسهيلات، يسروا لهم، فتحوا لهم، سهلوا عليهم، جعلوا لهم من المجالات ما لم يكونوا يتوقعوا، بأيدي بعضنا نحن أهل الإسلام لا بأيدي غيرنا. نمكن للكفار أو يمكن البعض للكفار ويمكن للفاسدين ويمكن للمنافقين بسبب البعد عن منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لا بد من العناية بإخلاص العبادة لله، وأن يكون توحيد الله، أن يكون معنى لا إله إلا الله مقدما عندنا في كل شيء. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه يرسل إلى قوم عندهم أوضاع كثيرة فيها جهل وجهالات، فيها ظلم وظلمات، فيها شرك وضلالات، ومع هذا يبدأهم الخليل عليه الصلاة والسلام من رؤوسهم فمن دونهم بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، بالدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البدء بالدعوة إلى التوحيد، التنبيه على التوحيد قبل كل شيء،
هذا الذي فيه صلاح كل شيء. ونحن لا نقول إن الشريعة تجتزأ، إن الشريعة يؤخذ بعضها ويترك بعضها، أو إن الشريعة يصلح بعضها ولا يصلح بعضها، أو إننا ندعو إلى بعض الشريعة ونترك بقية الشريعة. لا، والعياذ بالله، من ندعو إلى الدين كله وإلى الشريعة كلها، ولا نترك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة نتمكن من الدعاء إليها والتنبيه عليها إلا وفعلنا هذا الدعاء وذلك التنبيه. لا نقصر فيما نستطيع ألا نقصر فيه إذا ما اتقينا ربنا سبحانه وتعالى وأطعناه واتبعنا هداه. ولكن المشكلة في الجهل، والمشكلة في الهوى الذي يتبع. الجهل والهوى مرضان عضالان وداءان ختالان يجعلان صاحبهما بعيدا وبعيدا وبعيدا عن خير كثير عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صبر تحت قوم مشركين، لأن هذا الذي كان يناسب، هذا الذي كان يناسب. بل بعد هذا وبعد جهاد ومعارك وبعد قتال، لما كانت المصلحة أن يصالح في صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة بعد بدر وأحد والخندق، أن يصالح المشركين في صلح ل10 سنوات، صالحهم على هذا، صالحهم على أن يتوقف القتال بين الفريقين ل10 سنوات. وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواهم في الحق وأتقاهم لله وأخوفهم من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا الذي كان يناسب، هذا الذي فيه رعاية المصالح الشرعية. ولهذا لما كان مطيعا لربه مراعيا ما ينبغي أن يراعى صلوات الله وسلامه عليه، والمسلمون من بعده يطيعونه ويسمعون ما يأمرهم به، فإن الكفار والمشركين كان منهم ما كان بدون تدخل من المسلمين من نقض للعهد، فكان فتح مكة من غير قتال يذكر. القتال أو المناوشات اليسيرة التي دارت لا تكاد تذكر. كان فتح مكة من غير قتال تقريبا، ودخل الناس من بعد هذا في دين الله أفواجا. أبى بعض المشركين أن يسلموا لهذا، حشدوا حشودا في حنين، فكان ما كان من قتال المسلمين وانتصارهم على المشركين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بأقل من 2 أو بنحو 2 يتوفاه الله سبحانه وتعالى إلا وقد صار الإسلام عاما في جزيرة العرب كلها. هذا بعد ماذا؟ صار الإسلام عاما في جزيرة العرب كلها بعد 10 سنوات من وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مضطهدا يؤذى ويتهم ويخطط لقتله أو سجنه أو فعل السوء به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. بعد 10 سنوات من مكرهم كان الإسلام عاما في عموم الجزيرة. بعد 100 سنة كان الإسلام قد بلغ جنوب فرنسا وسور الصين العظيم. بعد 100 سنة، بعد 10 سنوات ثم بعد 100 سنة. هذا تاريخ الإسلام، وهذا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. لن نقبل منهجا يخترعه متأخر جاهل مبتدع في دين الله يدعو الناس إلى ما فيه الشر والوبال والدمار والبوار والخزي والعار في الدنيا والآخرة. تسفك الدماء وتكثر الأشلاء في غير طاعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وكلما زادت الدماء وجدت الفتن العمياء ووجدت ثورات الدهماء، فتزيد الدماء بعد الدماء ثم الدماء بعد الدماء. ولا يوقف هذا إلا بعودة صادقة إلى الكتاب والسنة ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي جاء في الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بلاد المسلمين وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، واجعلنا من أهل تقواك، واجعل ولايتنا في الأخيار ولا تجعلها في الأشرار. اللهم اجعل ولايتنا
في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.